برونتو اف ام. برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. مساء الخير على مستمعينا في كل مكان. معاكم رحمة إبراهيم في برنامج يلا بريك على راديو برونتو اف ام. السوشيال ميديا لها تأثير كبير قوي في حياتنا، سواء إيجابي أو سلبي على حسب استخدامنا ليها ازاي في حياتنا اليومية. وهنعرف في الحلقة دي ازاي نتجنب إدمان السوشيال ميديا عشان نتجنب التأثير السلبي اللي بيجي منها، وهنعرف ازاي نحمي نفسنا وأطفالنا من مخاطر السوشيال ميديا، وهو بإننا ما نصدقش أي حاجة أو أي حد، لأن دلوقتي بالاي اي او الذكاء الاصطناعي زي في صوت اي حد. فمثلا ممكن تبعت فلوس لحد محتاجك، او انك تدخل بيانات انت مش عارف مصدرها ايه ويتنصب عليك. وكمان اننا ما نسيبش نفسنا ولا اطفالنا الموبايل لوقت طويل عشان ما يوصلش للادمان. والاطفال ممكن يبقى عندهم توحد فيما بعد ومش هيعرفوا يتكلموا او يتواصلوا مع اي حد بسبب اللي عملته السوشيال ميديا واستخدامهم الخاطئ ليها. فلازم يكون في توعية من الاهل عشان ده ما يحصلش لولادهم، بانهم مثلا يشغلوهم بحاجة تانية هما بيحبوها، او ان هما يودوهم تمارين، يقروا كتب، وده هيخليهم يكونوا عندهم وعي اكتر. وكنا النهاردة بنتكلم عن السوشيال ميديا وتأثيرها السلبي علينا وعلى اطفالنا، وعرفنا ازاي نخلي اطفالنا ما يبقوش تحت تأثير السوشيال ميديا بانهم يشغلوهم بنشاطات هما بيحبوها او تمارين علشان ما يوصلوش للادمان وما يأثرش عليهم بعد كده. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، واتمنى تكونوا استمتعتوا معانا في الحلقة. كانت معاكم رحمة إبراهيم في برنامج يلا بريك على راديو برونتو اف ام.